التفاصيل اللي حصلت في الماتش بتاع الزمالك والمصري. ليه عواد بيضرب في حسام عبد المجيد؟ ليه عبد الله السعيد كان هيضرب جوميز؟ ليه عبد الله السعيد ضرب الحكم؟ قول لي، احكي لي التفاصيل، عشان انا زهقت قوي من تفاصيل. اصل محمود عبد المنعم كهربا عايز يمشي، اصل كورة مش عايزه، اصل امام عاشور عايز انت ايه رايك في انتقال امام عاشور مش عارف ايه السؤال. انا مش محتاج اسمع اللي بتسمعهولي وبتشربهولي انا عارف والله ان الصفقتين بتوع كهربا وامام عاشور واجعينك، ده الناس كلها عارفه الكلام ده، لكن انا زهقت والله زهقت. طيب مبروك فوز الاهلي النهارده على الاتحاد السكندري، بس احنا يا جماعه لازم ما يكونش لينا دعوه باللي حصل امبارح. يعني عواد ضرب حسام عبد المجيد، برضو احنا ملناش دعوه. عبد الله السعيد ادى للحكم بالروسيه كده في دماغه، احنا برضو ملناش دعوه. عبد الله السعيد نفسه كان هيضرب جوميز وهو طالع من الملعب، برضو احنا ملناش دعوه. جوميز نفسه كان هيضرب الحكم الرابع او ضرب الحكم الرابع على ما اعتقد في ماتش امبارح مع المصري، احنا برضو ملناش دعوه. احمد سيد زيزو لما ما اتحسبتلوش ضربة جزاء، متهيألي حاجة زي كده، ساب الملعب ومشي، احنا برضو ملناش دعوة. لكن احنا اللي لينا ان احنا رجعنا للمنافسة على الدوري، وان احنا مباشرة في المركز الثاني بعد بيراميدز. طبعا احنا لينا ماتشات متأجلة، الحمد لله فوز النهارده رجعنا، هندبدب او هنبتدي ندبدب كده ورا بيراميدز، عشان بيراميدز اول ما يقع ان شاء الله احنا نركب على الدوري. الدوري ده البطولة العادية بالنسبة لنا ما فيهاش اي حاجة. احنا برضو ملناش دعوة، علشان ما ننساش، بس احنا برضو ملناش دعوة البوكا بتاع البيان اللي عملوه نادي الزمالك، والبيان والتحكيم والدنيا ومش هنلعب ولازم الماتشات كلها بتاعت الدور الاول تتلعب، والحكاية والرواية، مع انه هو عنده 3 ماتشات متأجلة. يعني الاهلي عنده 4 ماتشات متأجلة، منهم بيراميدز هو عنده 3 ماتشات متأجلة، لكن هو بيحط ايه كرسي في القلوب، يقول لك تحكيم اجنبي. يعني احنا كلنا يا باشا بنطلب بالتحكيم الاجنبي في ماتش القمه. فاحنا ملناش دعوه بالبكا اللي حصل امبارح والصياح اللي حصل امبارح، احنا لينا دعوه بالنهارده. حق ان احنا نسمع عن لجنه التظلمات ولجنه العقوبات ولجنه مش عارف ايه، واللجنه اللي بتدير الكوره واللجنه مش عارف، اللجان دي كلها احنا محتاجين ان احنا نسمع منهم الفتره الجايه ايه اللي حصل في ماتش الزمالك والمصري. البوستات اللي اترفعت في ماتش الزمالك، او البوستات اللي اترفعت بعد ماتش الزمالك والمصري، اللي منهم اتمسح واللي منهم لسه موجود دلوقتي من لعيبه الكوره في نادي الزمالك اللي منهم لعبوا الماتش. ايه الوضع ده؟ الحكم اللي اتضرب بالبنيه ولا بالروسيه من عبد الله السعيد ايه وضعه؟ الحكم الرابع اللي اتضرب من جوميز ايه وضعه؟ اللعيبه الاثنين اللعيبه حسام عبد المجيد ومحمد عواد اللي مسكوا بعض في قلب الملعب ايه وضعهم؟ لجنه بقى تقول لي عقوبات، اصل دي لجنه مش لجنه تظلمات، اصل اللي بيدير الكوره الرابطه، اللي بيدير الكوره اتحاد الكوره. انا محتاج اعرف توتال الفكره دي هيبقى عامل ازاي. يعني قول لي كده النتيجه ايه، الهرتله اللي حصلت امبارح دي نتيجتها ايه. انا محتاج اعرف ليه عواد مسك حسام عبد المجيد ما مسكش مثلا المسلوسي، ما اعرف التفاصيل. ليه عبد الله السعيد يا عمي زعق مع جوميز؟ طب ليه احمد سيد زيزو ساب الماتش ومشي؟ التفاصيل اللي حصلت في الماتش بتاع الزمالك والمصري. ليه عواد بيضرب في حسام عبد المجيد؟ ليه عبد الله السعيد كان هيضرب جوميز؟ ليه عبد الله السعيد ضرب الحكم؟ قول لي، احكي لي التفاصيل، عشان انا زهقت قوي من تفاصيل. اصل محمود عبد المنعم كهربا عايز يمشي، اصل كورة مش عايزه، اصل امام عاشور عايز انت ايه رايك في انتقال امام عاشور مش عارف ايه السؤال. انا مش محتاج اسمع اللي بتسمعهولي وبتشربهولي انا عارف والله ان الصفقتين بتوع كهربا وامام عاشور واجعينك، ده الناس كلها عارفه الكلام ده، لكن انا زهقت والله زهقت. انا محتاج اعرف تفاصيل جديده على الماتش بتاع الزمالك والمصري. ليه اللعيبه دي ضربت في بعض؟ ليه اللعيبه دي اتخانقت مع بعض؟ ليه اللاعب ده بيضرب في الحكم؟ ليه اللعيبه دي نزلت بوستات هجوم ان مفيش تحكيم وان مفيش ومفيش ومفيش؟ ايه العقوبات؟ كلمونا كده وقولوا لنا ايه اللائحه بتقول ايه في المواضيع دي. ارجوكم كفايه كهربا، وارجوكم كفايه امام عاشور اللي عايزين يمشوا، ولا واحد فيهم عايز يمشي. والنهارده انا عارف بعد الماتش، بس عشان امام عاشور ظهرت عليه ملامح ان هو يعني، وده في اي حد في اي لاعب كوره بتظهر عليه الملامح وده حقه، ان هو عايز يكمل الماتش،
انا عارف والله ان النهارده الاستوديوهات التحليليه كلها تتكلم على فكره امام عاشور وازاي عمل كده ومش عارف ايه وبتاع، لكن اللعيبه اللي كانت بتطحن في بعض يا باشا امبارح ولا حد هيجيب في سيرته. خلي بالك يا رع،